ولا في صينية ولا حتى مقلية، ده في أقل من ساعة هتخلصي وجبتك النهاردة وهتدعيلي وهتقولي تسلم ايدك يا نشوى. يلا مع بعض نبدأ فيديو النهاردة، بس قبل ما نبدأ ما تنسوش تشجعوني بلايك كتير ونقول بسم الله. اول حاجه معانا جبت كوبايه من الميه، ضفت عليها حبهان، ضفت فيها كمان ورق الغار، وكمان ضفت ليها قرنفل. هسيبهم على النار يغلوا غلوه واحده، وطلعت طبق الدبابيس ده. طبق الدبابيس ده قوله مثلا في حدود كيلو من الدبابيس. واهم حاجه في وصفتنا النهارده عشان تنجح معاكي وتاكلي طعم حلو مميز، النظافة والمحلول علشان اللحم يبقى طعمه حلو. قبل ما نشتغل في الدبابيس بتاعتنا ببتدي ان انا اجيب واحدة واحدة كده واعمل لها فتحات علشان التتبيلة اللي هنعملها النهاردة تدخل جوه الفتحات ديت، وكمان اضمن عملية التسوية. زي ما قلت لكم ان التسوية النهاردة مش هتبقى في صينية خالص، ولا حتى هتبقى في حلة. التسوية هتبقى بطريقة مختلفة جدا جدا. بعد كده بضيف عليهم معلقة كبيرة من الملح، بضيف عليهم ليمونة تكون كبيرة شوية، وبجيب بجيب كمان عليهم كوباية ونص من المية. بعد كده بضيف عليهم بقى المية اللي احنا غلينا فيها الحبهان والقرنفل وورق الغار. بضيف الاتنين على بعض، وما تقلقوش خالص، المية الباردة اللي احنا ضفناها هتكتسب من المية السخنة، هتكون عندي المية ديت هتبقى دافية، يعني ما تقلقوش ان هي مش هتبقى سخنة. بسيبهم في حوالي مثلا قولوا 10 دقايق كده، وتعالوا نحضر التتبيلة. فلفل اسود، معلقة كبيرة من البابريكا، كمان نص معلقة صغيرة خالص من الزعتر لو متاح عندك، معلقة كبيرة من معجون الطماطم وصلصة الطماطم، ومعلقة كبيرة من العسل الاسود. العسل هنا مش ضروري، يعني لو مش متاح عندك او مش موجود مش ضروري، ممكن نتنزل عنه. كوباية من الزبادي، وعشان نريح نفسنا من الخلطات كتيرة وكمان تاخدي طعم حلو، استخدمي دايما خلطات ماجي. خلطات ماجي يا جماعة على فكرة حلوة جدا جدا. طب يا نشوى احنا ما بنحبش نستخدم الخلطات، انا هنا استخدمت خلطة الشيش طاووق، ممكن مشاوي حلوة قوي برضو. طيب اللي ما بيحبش يستخدم الخلطات نعمل ايه؟ هتضيفي كركم، كاري، بصل بودر، توم بودر، معلقة صغيرة من كل حاجة من الحاجات دي. طيب هنا كمان هنضيف معلقتين كبار من الزيت، وهنقلب الخليط بتاعنا او التتبيلة ديت كويس جدا، وهننزل بكمية الدبابيس كلها. طب يا نشوى هو ينفع ان احنا نعمل بدل الدبابيس مثلا وراك او صدور مخلية او اجنحة؟ ينفع تعملي اي جزء من الفرخة التتبيلة اللي احنا عملناها النهاردة ديت او اكلتنا النهاردة عموما. بقلبهم تقلبتين وبسيبهم بقى قولوا مثلا 10 دقايق كده كمان. وتعالوا اقول لكم على سر التسوية. سر التسوية بتاعنا النهاردة هو الأكياس الحرارية. الأكياس الحرارية دي فعلا اختراع والسحر سحر سحر. عارفين ليه؟ دايما كده لما بنيجي مثلا نعمل تسوية في الطاجن بتلاقوا طعم الأكل في الطاجن مختلف. نفس الفكرة في الأكياس الحرارية. الأكياس الحرارية بتدي طعم حلو جدا للأكل، مختلف جدا عن الأكلات. لو انت مثلا هتعمليها في صينية أو مثلا هتعمليها في حلة، فالأكياس الحرارية هي بتدي طعم مختلف خالص. طيب بنعمل ايه؟ بنعمل كفر أو طبقة من الدقيق. انا ما بسيبش هنا الدقيق في الكيس، خلي بالك انا برميه، يعني بعمل لها طبقه كده وبعدين ارمي الدقيق. ليه؟ علشان الفراخ ما تلزقش في الكيس. بعد كده ببقى محضره خضار، اي نوع خضار انت بتحبيه. يعني انا معايا هنا كوسه، جزر، بطاطس، بصل، عندك فلفل الوان كمان ضيفي، بروكلي، بسله، فاصوليا، اي حاجه عندك. بس لاحظي معايا ان انا هنا ضفت الفراخ الاول او الدبابيس الاول، وبعدين نزلت بكمية الخضروات اللي معانا، وبعد كده ضفت باقي التتبيلة على الخضار. بروح قافله الكيس كده بحيث ان هو يبقى فيه هوا. يعني هم شايفين كده معايا النهارده ان الكيس بتاعنا منفوخ فيه هوا، وافضل اقلبه يمين وشمال ويمين وشمال. ودايما الاكياس ديت بيبقى معاها القفل بتاعها. على فكره الاكياس ما تقلقوش منها، هي سعرها مش غالي خالص، بل بالعكس اللي انتوا شفتوه معايا ده بيبقى فيه مثلا نقوله 7 اكياس، بتقضيكي بقى لكذا اكله ممكن تعمليها. بعد كده بجيب بقى صينية عندي، ما بفتحش الكيس خالص عشان انتوا سألتوني قبل كده في كذا وصفة عملتها. انا ما بفتحش الكيس ولا بعمله فتحات. بتدخل الفرن ساخن مسبقا على درجة حرارة 200 مدة لا تقل عن 40 دقيقة. هنا بقى المفاجأة، افتحي بقى ودوقي، وقبل ما تدوقي هتشم الريحة. الله الله على الاختراع والجمال والتسوية. ولا ضفنا مية ولا ضفنا حاجة. شايفين هي بتنزل بقى الصوص بتاعها ازاي؟ هي بتفقد كل السوائل اللي فيها. طعم الخضار
حلو جدا جدا، اللهم بارك. الدبابيس طعمها فوق فوق الرائع. بصوا انا مش هتكلم كتير عن وصفتي النهارده او اكلتنا النهارده، انا عايزاكم كلكم تجربوها، لان حقيقي اللي مش هيجربها ندم كتير جدا. عملتي معاها ايه يا نشوى؟ تعالى اقول لكم عملت معاها ايه. وصفتنا النهارده ممكن تعملوا معاها يا اما رز بسمتي زي ما انا عامله كده، او مثلا ممكن تعملوا معاها مكرونه، هتبقى حلوه قوي. ممكن تعملوا الرز الكداب اللي كنا عملناه قبل كده، اللي هو لسان العصفور والشعريه. إيه، عايزه اقول لكم الخضار مستوي جدا جدا. حقيقي وصفتنا النهارده اللي مش هيجربها هيندم كتير قوي. اتمنى ان وصفه النهارده تكون عجبتكم. لو عجبتكم وصفتنا النهارده ما تنسوش تشجعوني بلايك كتير وشير كتير، منشنوا اصدقائكم اللي بيحبوا يجربوا الاكلات الجديده المختلفه. بحبكم جدا جدا، اشوفكم بكره ان شاء الله في وصفه جديده مع مطبخ نشوى، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.